السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. أظن كلنا متفقين إن احنا ما نعرفش نعمل صينية مسقعة من غير بتنجان. كلامي النهاردة عن التعليم، الموضوع اللي يهم كل بيت في مصر. جالنا وزير تربية وتعليم جديد، أهلا وسهلا بحضرتك، نورت الوزارة. حضرتك دلوقتي بتتكلم عن أكبر مشكلة بتواجه الوزارة، وهي قلة عدد المدرسين وتكدس الطلبة في الفصول. الموضوع فعلا مهم جدا، وانا سمعت فيه اراء كتير، زي ان احنا نقسم الطلبة مجموعتين الف وب. مجموعة الف هتحضر يوم وب يوم، وبكده الاماكن هتكفي وعدد المدرسين هيكفي. بس للأسف انا هطلع طالب متعلم نص تعليم. انا هتكلم معاكم من منطلق المكسب والخسارة. أسر كتير بتدفع كل ما تملك وبتدي لأولادها الوقت والمجهود علشان تعلمه، لأنها عارفة إن لو علمت ابني صح هينفع نفسه وهينفعني، وكمان هينفع الدولة المصرية، لأن من أكبر مصادر الدولارات في مصر تحويلات المصريين في الخارج. وبالتالي الناس اللي بتبص لوزارة التربية والتعليم على إنها مجرد وزارة بتصرف، ناس تفكيرها قاصر. يا سيادة وزير التربية والتعليم، مفيش مفر، لازم تبني فصول ولازم تعين مدرسين جداد. أظن الهيئة الهندسية عندها القدرة في وقت قياسي إنها تبني عدد من المدارس. طبعا المشكلة كبيرة، فلازم حلول بره الصندوق، زي إن أنا أجيب كونتينرز مثلا أحطها في الحوش بتاع المدارس، كده أعمل منها فصول. هي طبعا مش هتكون أحلى حاجة، لكن هتكون نوع من الحل. طبعا مع الدولة اهتمامها بإنشاء مدارس، وأي حد تاني عنده أفكار يقولها، لأن الموضوع مش مشكلة وزارة بس، ده إحنا كلنا شركاء. المعلم وولي الأمر والوزارة، دي مشكلتنا كلنا، وكل اللي عنده رأي يدلي برأيه ونختار الآراء الصح. أنا النهاردة كنت هتكلم في موضوع تاني خالص، لكن فوجئت بمقال لدكتور في كلية التربية بيتكلم إن أنا ممكن أحل المشكلة عن طريق المنصات، إن أنا الطالب هيقعد قدام شاشة والمدرس هيشرح له. طبعا كلام غلط تماما. ده أنا كمدرسة ببقى واقفة في الفصل والطلبة قدامي يتشغلوا بقى بالموبايل، يتكلموا مع بعض، يسرحوا. هنا لازم يكون التدخل المباشر من المدرس. ببدأ بقى أقول لهم أمثلة تشد انتباههم، أقول لهم نكتة، أقومهم شوية عشان يجددوا نشاطهم. فمفيش مفر لوجود طالب وقدامه معلم. عندك أجيال من خريجين كليات التربية منتظرين التعيين. اعمل مسابقات صح وعين اللي عنده الكفاءة اللي يعرف يقوم بدوره كمعلم. يا جماعة، وزارة التربية والتعليم ما تقلش أهمية عن وزارة المالية اللي بتجيب دخل من الضرائب. صدقوني، اهتم بالتعليم صح وانت هتشوف العائد. للأسف تجربة الوزير طارق شوقي كانت تجربة مكلفة جدا للدولة وفاشلة جدا. مش عايزين نكرر تجارب فاشلة، البلد مش حمل أي تجارب فاشلة. أتمنى أن أسمع من أولياء الأمور آرائهم وتعليقاتهم على الكلام بتاعي. أنا مستنية تعليقاتكم، ويا رب كلام يكون دخل عقلكم وقلبكم، ويا رب تكونوا عملتوا لايك وسبسكرايب للقناة، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر يهمنا كلنا. السلام عليكم ورحمة الله.